في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة خطيرة جدا. ناس كتير قوي بتبعت تسألني تقول لي عايزين نعيش حياة غير اللي احنا عايشينها، عايزين نعيش حياة ما عشناهاش قبل كده. وطبعا انا عارفة ان اللي بيسمعني ممكن يكون في منهم كتير برضو بيقولوا نفس الكلام، عايزين نعيش حياة ما عشناهاش قبل كده. خلاص كفاية بقى اللي عدى. طيب عاوزين تعيشوا حياة ما عشتوهاش قبل كده، لازم تعملوا حاجات ما عملتوهاش قبل كده. هنا بقى السر. طيب الحياة عندنا اللي احنا عايشينها وبتتكرر بتتكرر بتتكرر بكل بقى بين قوسين كده مساوئها دي، ليه بتحصل؟ لان نفس اللي انا بعمله هو فطبيعي ان انا هاخد نفس النتيجة، هتظهر لي نفس النتائج في حياتي، لان انا نفس الانبوت هيطلع لي نفس الاوتبوت. نفس اللي انا بعمله من تفكير، من شعور، من اكشن باخده، من سعي، من اي حاجة بقى انا بعملها في حياتي ايا كانت all in all كده كلها على بعضها مدياني النتيجة اللي انا عايشة فيها. فعشان اعيش حياة ما عشتهاش قبل كده لازم اعمل حاجات ما عملتهاش قبل كده، بداية بقى من طريقة تفكيري، من قناعاتي، من مشاعري، من روحانياتي، من علاقتي بنفسي، من اكشن هاخده في حاجة جديدة خالص. مهما كان وضعك دلوقت لسه في فرصة، لسه انت قادر ان انت تبدأ من جديد. اوكي وعادي خالص. You can start over at any time. ممكن تبدأ من جديد في اي وقت في اي وقت. وكل ده بيحصل امتى؟ لما انت تاخد القرار. بس هي دي الحالة الوحيدة اللي انت ممكن تبدأ فيها من جديد، تعمل starting over لكل حياتك لما انت تاخد القرار. تمام. وطبعا ربنا ميزنا عن كل المخلوقات اللي خلقها بان احنا عندنا حرية الاختيار ونقدر نختار. وربنا دايما ميسر لنا كل حاجة قدامنا نقدر ان احنا نختار. حتى الحاجات السيئة نقدر نختارها، حتى الحاجات الكويسة نقدر نختار، كل حاجة نقدر نختار اي حاجة وكل حاجة. اللي هيقول بقى I can't، انا مش قادر، بدل ما تقول I can't ومش قادر ومش هعرف، قول how can I do it، ازاي اقدر اعمل ده. ما تحبطش نفسك. انسفوا الاحساس بالضعف، الاحساس بالدونية، الاحساس بالعجز بعدم المقدرة. انسفوا كمان احساسكم بالذنب او بالعار او بالاحساس باللي هو ان انت قاعد في مكانك مش قادر تتحرك. ليه مش قادر تتحرك؟ ليه؟ اسأل ربنا يوريك ايه الشيء اللي انت لو عملته هيكون سبب في سعادتك، هيعيشك حياة ما عشتهاش قبل كده. ربنا قال لنا ادعوني استجيب لكم. هو ربنا كده كده هيستجيب ليك. دورك بقى ان هو لما يديك افكار او يلهمك بشيء او يجيب قدامك موضوع ان انت ما تقعدش حاطط ايدك على خدك وبتتفرج، لا وتقول مش عارف وتقول مش قادر. بدلها قول، بدل ما تقول مش قادر او مش عارف، قول ازاي اقدر اعملها. اطرح سؤال، هيجيلك امكانيات وهيجيلك احتمالات لا محدودة. ومهما كان وضعك دلوقتي قول انا وضعي ممتاز، انا وضعي احسن بكتير من غيري، انا وضعي احسن بكتير من قبل كده. انا اقدر ابدأ، اقدر اخد قرار، اقدر ابدأ بخطوة ان شاء الله خطوة واحدة. حفز نفسك بنفسك، حفز نفسك بنفسك، حفزي نفسك بنفسك. ما تستنيش حد يجي يحفزك، ما تستنيش حد يجي ياخدك من ايدك يشدك. ربنا خلقنا وحط فينا كل القدرات وكل الامكانيات ان احنا نقدر نقوم بعمل الشيء اللي هو ألهمنا بيه او الفكرة اللي هو وضحها لنا او هو بعتها لنا. طالما ربنا بعت لنا فكرة او ورانا شيء او فتح لنا باب، خليك على يقين تماما ان انت تقدر تدخل من الباب دوت وتمشي في الطريق دوت.
الفكرة كلها بس ان احنا ننسف احساسنا بالضعف وبالدونية وباللي احنا ما نقدرش وبان احنا عندنا عجز وعندنا عدم مقدرة. حمسوا نفسكم، قولوا احنا نقدر، انا اقدر اخد خطوة، اقدر احقق، اقدر انجح، حتى ولو في اول خطوة اقدر انجح في اول خطوة، وابتدي ان انا امتن وافرح واخلي مشاعري وذبذباتي دايما عالية، اخلي دايما ابص دايما للشيء اللي انا رايحه له، ما ابصش حتى لو وقعت، حتى لو فشلت عادي، ما اقولش ان ده فشل، اقول تجربة وتعلمت منها ايه and starting over again، ابدأ تاني من جديد. وهو ده اللي مطلوب مننا، احنا بنسعى بس النتائج على ربنا، التوفيق من عند الله، وما توفيقي الا بالله. وطبعا نكون حاطين نوايا من الاول ان كل حاجة احنا بنعملها هي لله، انا يعني اقصد بيها وجه الله، ابتغي بيها مرضات الله، وجه الله، واعيش بقى الاتساع، خليني مصدر الهام لغيري، ان الناس احط نية برضو ان الناس لما تشوفني انا بدأت خدت اختيار وخدت قرار وبدأت امشي واسعى واخد اختيارات جديدة واجرب حاجات جديدة، وان انا تجاوزتها ونجحت فيها، هكون مصدر الهام لغيري ان هم يقوموا هم كمان يعملوا ده، يقوموا هم كمان من نقطة التجمد اللي هم فيها، نقطة الصفر اللي مش عارفين يتحركوا عنها، فهم يتحسنوا ويقوموا يعملوا زيك، فتكون مصدر إلهام ليهم. بس الموضوع كله محتاج مننا شجاعة، محتاج مننا ان احنا نبدأ، محتاج ان احنا نحط نية، ان احنا نشمل كل الناس في نيتنا ديت، ونشمل وجه الله عز وجل. خليك على يقين ان احنا عايشين في عالم فيه احتمالات لا محدودة، حتى لو انت في وسط ظروف بتقولك عكس ده، بتقولك مفيش امل، بتقولك انت اللي ممكن تكون قاريها كده، بس خليك واثق ان انت عايش في عالم وكون مليان بالاحتمالات اللامحدودة، احتمالات ما بتخلص، كل شيء ممكن ان هو يحصل، بس انت اطلب اليسر، اطلب اليسر، اسأل ربنا يا رب ايه اسهل وايسر حاجة اقدر اعملها اعيش بيها حياة ما عشتهاش قبل كده، تجيب لي السعادة، تجيب لي الفرح، تزيدني امتنان ليك يا رب. ابدأ بس وامشي في الطريق، خد خطوة واحدة وقول لنفسك هخسر ايه؟ يعني هخسر ايه؟ هتخسري ايه؟ ايه اكبر حاجة ممكن تخسريها؟ ايه اكبر حاجة ممكن تخسريها؟ ايه المشكلة ان احنا ندي شوية مخاطرة شوية، هنخسر ايه؟ نتحمل المخاطرة شوية، لان النجاح يستاهل ان احنا نعمل ده، يستاهل ان احنا ناخد قرار مصيري، يستاهل اننا نعمل حاجات ما عملناش قبل كده، ننفتح على احتمالات ما كانتش في حسباننا قبل كده، ما عملناهاش قبل كده. اتمنى ان يكون رسالتي النهاردة وصلت، وان يكون كلامي ورسالتي يعني وصلت لناس فعلا محتاجينها. ولو في حد انت اللي بتسمعني محتاج يسمع الكلام ده، بطلب منك بكل حب ان انت تعمله شير، وان انت تشترك معنا في القناة وتعمل لايك، عشان الكلام يوصل لأكبر عدد من الناس يستفيدوا، يكون مصدر إلهام ليهم ونقطة بداية وانطلاق ليهم إن شاء الله. وفي النهاية بقول وقل ربي زدني علما، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا.